كل تضامن مع الأساتذة في الإضرابات العز والكرامة في يومكم الاحتجاجي من أجل نزع حقوقكم المشروعة. كلمة شكر وتقدير على الجهود المبذولة للأستاذ، أو كلمة شكر للمعلمين على جهودهم المبذولة. الشكر هو الأسلوب الوحيد الذي من خلاله تستطيع التعبير عن الامتنان والتقدير لكل من بذل جهوده في سبيل التعليم، خاصة المدرسين، فهم الذين يفنوا عمرهم في إيصال العلم والمعرفة. بعبارة أخرى، هم نبراس الحق والهدى ومنارة التقى. ومن بين أجمل كلمات الشكر والتقدير للمعلمين والأساتذة على الجهود المبذولة ما يلي: كل العرفان للأستاذ والامتنان له. نقول من القلب شكرا لك. ألف تحية للأستاذ الغالي الذي بذل من جهده الكثير لأجل أن ننجح ونتفوق ونصبح جيل المستقبل. بارك الله بك أستاذنا المحترم، لك التقدير وكل الاحترام، فالشكر موصول لك. إلى الأستاذ القدير صاحب العطاء والجهود الكثيرة نقول من قلوبنا شكرا لك، حماك الله ورعاك. بكل المحبة والتقدير وبكل كلمات الشكر للأستاذ نقول لك حفظك الله من كل سوء وأدام صحتك. كلمات التقدير لا توفيك حقك، فلذلك شكرا لك على كل عطائك يا أستاذي وقدوتي في الحياة. هنيئا لك أستاذي ما حفظت من علم، وهنيئا لك ما نلت من علم. إليكم بعض المقاطع من مسيرة العز والكرامة بطنجة. مدرسة مغربية، ولا مدرسة مغربية. ايه يمي ايه شعارات فوضوية، شعارات فوضوية.
وحده. ارحل ارحل ارحل. ما نرتيح التمزية التربية التعليمية التربية التعليمية. ارحل 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 يا وزير. ارحل ارحل يا وزير. والمدرسة خربتوها.